ما بقتش محتاج تتعلم تصميم علشان تكون جرافيك ديزاينر، لان الموقع ده غير قواعد اللعبه. انا قدرت ارفع له صوره الديزاين اللي عاجبني والمنتج بتاعي، ومن الاداه بتاعه المارك عملت مارك لكل حاجه فيهم، وقلت له انا عايزاك تخلي الشخص ده يلبس السكارف وتخليه كمان يبقى لابس الكوتش ده. في ثواني باستخدام نانو بنانا برو طلع لي النتيجه، واقدر كمان اعدل فيها. يعني من اداه ايديت تكست قدرت اغير الكلام اللي في الخلفيه، وقدرت كمان اغير اللون بتاعه. ولو عندي منتج زي ده مثلا، فاقدر من اداه ايديت اليمنت اغير نوع ولون الخط، اكبر او اصغر او احرك اي حاجه، لان الموقع بيقدر يقسم الصوره في شكل layers، فبيخليك تقدر تتحكم في كل عنصر موجود في الصوره. ودي حاجه انا اول مره اشوفها. لا وشوف الاكبر، انا طلبت منه يعمل لي هويه بصريه كامله للبراند بتاعي اللي لسه ما عملتوش. اخد ثواني وراح مطلع لي هويه بصريه كامله لكل حاجه تخص البراند، من اول اللوجو لحد الباكجينج، واللي اقدر اعدل فيها بسهوله عن طريق البرومت او حتى الادوات اللي كلمتك عنها. وحاليا كمان هو بيقدر يعمل برزنتيشن سواء من برومت اكتبه له او حتى PDF اديه له. هنا مثلا انا خليته يعمل لي برزنتيشن برضو عن البراند بتاعي، واظن شايفين قد ايه النتيجه خرافيه. كمان اقدر اعدل في اي سلايد واضيف او اغير اي حاجه مش عاجباني. واسم الموقع ده هو لوف ارت، وكل يوم بيديك رصيد مجاني تقدر بقى تستخدمه براحتك. وعلشان كده هسيب لك لينك الموقع في البايو. وبس كده.